يعني ايه تنظيف الاسنان؟ ايه هي طبقة الجير اللي انا بشوفها وبتكون مضايقاني لونها اصفر؟ لو انت مشيت على اسنانك ضفرك هتطلع طبقة رقيقة كده، دي اسمها طبقة البلاك. طبقة البلاك دي بتتكون من 70% بكتيريا، 30% بواقي اكل. طيب بالنسبة للإيذاء، ايه اكتر حاجة مؤذية عندي للثة؟ هي البكتيريا دي ميجور كالبرايت، هي دي المؤثر الحقيقي اللي تعمل ضرر. طيب الجسم بيدافع عن نفسه ازاي؟ انه بيرسب في هذه الطبقه معادن فبيخليها تتكلس وتبقى في صوره او شكل الجير اللي انت بتشوفه عشان ما تبقاش مؤذيه. طيب لو الجير مش مؤذي اشيله ليه؟ لان بسطحه الخشن بيخلي طبقه البلاك دي تجو واي مور ديبر، تنزل تحت اعمق، بحيث ان البكتيريا دي تلاقي مكان تبقى فيه واي مور فيريولنت، اقوى بكتير، وتقدر تاذي اللثه بشكل كبير. طيب هل انا اقدر اشيل الطبقه دي عن طريق تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون العاديه؟ لا للاسف، انت محتاج تزور طبيب الاسنان يشيلها ثم يعمل لك فولو اب او ريكول كل 3 شهور، كل 6 شهور، اكوردنج للريسك كاتيجوري او انت في انهي منطقه من الخطوره. تمام، ومحتاج متابعه قد ايه. استنونا في معلومات طبيه جديده مع كليندو.